هتلاقوا الجزء الثالث عند الدقيقة دي، والأحسن إنكم تشوفوا الحكاية من البداية علشان اللي مش فاكر الأحداث. الأشخاص اللي جاوبوا على سؤال حلقة ماجد وأمونة، عاش عليكم يا أبطال. عايزين نوصل 15,000 في أسرع وقت، روقوا عليا وأنا هدلعكم بالفيديوهات. لما بشوف تعليقاتكم الجميلة وكمان اللايكات بتاعتكم بيحمسوني وبيقول لي دلوقتي ان انا راح اسجل حالا. وما تنسوش تصلوا على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بتبدأ حكايتنا وبيكون فيها فئة عملاقة بيتجاوز طولها 100 متر وبتكون بتهاجم المدينة، وبنعرف انها هربت من حديقة الحيوانات. وبنروح للمذيعة اللي بتكون عارضة الخبر على تلفزيون بطلنا تشين تشو اللي بيكون فقد للوعي ومليان دم. بنلاقي وحش مرة واحدة ظهر جنب تشين، فالوحش بيبص المراية وبيتصدم وبيقول هو انا اتحولت دلوقتي الى الوحش الغوانا؟ وبنرجع شويه لورا علشان نعرف ايه اللي حصل. بنشوف تشين بيتمشى وبيقول ان هو بيحب الحيوانات ذات الدم البارد، وانه وصلت لمحل الحيوانات الاليفه دفعه جديده من الحيوانات، وهو انجذب فورا الى النوع الجديد اللي هو الاغوانا البحري، وهو نوع من المخلوقات البرمائيه. بيكمل بطلنا تشين وبيقول ان الاغوانا البحري عاده ما بيكون هادي، ولكن اول ما جابه وعمل له مشكله طلع من الصندوق الزجاجي وعض ايده. بيكون تشين مسك التليفون ومعهوش حاجه تدافع عن نفسه، فبيمسك التليفون وبيضرب بيه الوحش، فالوحش بيقع من ايده وكمان التليفون، ولكن قبل ما بيقع بيخبطه في راسه، وهو ده اللي خلاه مغمى عليه. وفي الوقت الحالي بنكتشف ان بطلنا يقدر يتحكم في الوحش، وبيكون فرحان لانه كان عايز يكون بطل، ولكن بيخيب امل تشين لانه عارف ان الوحش ده مستحيل يساعده في حاجه. وبيكمل كلامه تشين وبيقول انه جعان لانه ما اكلش طول اليوم، ومش بيكون عارف الوحش بياكل ايه، فبيقول ان طالما سحليه فعادي تاكل اللحم، وفعلا بيعمل الاكل والوحش بياكله. وهنا كانت الصدمه لتشين لانه بعد تناول الطعام زاد 5 نقط تطور، وبتظهر له لوحه البيانات اللي بتعرفنا كل حاجه عن بطلنا تشين. الاسم تشين تشو، المستوى 0، اللياقه البدنيه 0، الروح 12، الموهبه التحكم بالعقل، وبيكون مبتدئ في الهاله وادراك التشي، والمهارات بتكون في انقطاع الاطراف وقفزه السحب السحابيه وساق الربيع. النسخه اغوانا بحريه والتطور 0 مرات ونقاط التطور 0، ودي كانت كل بيانات تشو. واثناء ما تشين بيكون ماشي بيفتكر باباه. بيكون تشين وهو صغير تعبان، فبيقول لباباه انه عايز يستريح شويه، فباباه بيرد عليه وبيقول له ان الاستسلام في منتصف الطريق يعتبر جبن. فتشين بيتشجع وهو بيمشي بيلاقي طوبة على الارض وهي دي اللي بتوقعه. وقتها بابا بيشجعه تاني وبيقول له انه ينهض عشان مفيش حد هيساعده لما يكبر. وبعد كده بابا بيديله صندوق غامض وبيقول له انه ما ينساش انه ما يهملش في تدريب الفنون القتاليه، وان لما يبقى خبير في القتال هيقدر يقابله. وبيودعه وبيمشي. وبعد ما تشين افتكر الذكريات دي بيلاقي الوحش خلص اكل، وبيلاحظ ان الوحش كبر، وبيبص على لوحة البيانات وبيكتشف ان ازداد 15 نقطة بعد الاكل. وبياخد باله من حاجة كمان لما بيبص للمراية ان جسمه بقى اقوى، وبيعرف تشين ان النقاط اللي بتحصل عليها الاغوانا كمان بتأثر عليه، وبيقول انها لو زادت في التطور هتبقى وحش اسطوري وهو هيكون سيد حقيقي لفنون القتال. وبعدها بيروح للسوبر ماركت وبيجيب اكل كتير، وبيروح وبيعمل اكل لوحش الاغوانا، وفعلا الوحش بياكل. وبعد كده بيروح تشين لغرفة فنون القتال، وبضربة واحدة قدر يدمر الحتة اللي ضرب فيها. وبتظهر له لوحة البيانات اللي بتقول له ان بعد مجهود كبير زادت خبرته في الملاكمة. وبعد يومين بنشوف تشين تعبان ومرهق من كتر التدريب على الملاكمة، وبيضرب ضربة واحدة برجله فبتتدمر. وبنشوف احصائيات تشين الجديدة اللي بقت القوة البدنية 28 والروح بقت 16، والهالة الخارجية بدل ما كانت 0 بقت 10، والاحساس بالتشي برضه بقى 10. الملاكمة بقى فيها مستوى 48%، وقفزة السحابة 66%، والركلة الارتدادية بقت 39%. نقاط التطور 200 من 195، يعني فضل له 5 نقط ويتطور. وبيقول تشين انه خلاص قرب يوصل لقمة عالم مينغ. وبيروح لابو تشينغ اللي بيكون بيشرح لتشينغ وهو صغير ايه هي العوالم، وبنعرف انها مقسمة الى 3 حاجات اللي هي مينغ والظلام والتحول. قمة عالم مينغ بتخليك مقاتل من الطراز الاول وبتخليك قادر تقاتل 10 خصوم لوحدك، وعالم الظلام بيخليك خبير من الطراز الاول وبيخليك تقدر تقاتل 100 شخص لوحدك، وده هتلاقيه مخفي في العائلات الاسطوريه. اما بقى عالم التحول بيخليك تقاتل 1000 شخص لوحدك، وهتلاقي اللي وصل للمستوى ده ناس قليله بس. فتشين بيساله سؤال طبيعي وهو وصل لمستوى ايه، فبيقول له ابوه انه وصل لمستوى الظلام اللي يقدر بيه يقاتل 100 شخص لوحده. فتشين بيفرح وبيقول له هو انت من العائلات الاسطوريه؟ فبيقول له بابا انه مجرد شخص من لون توان. المهم بيروح لتشين وهو كبير وبيكون عنده وحش الاغانا اللي بيكون كبير جدا، وبيقول ان فاضل له وجبه واحده اللي لو كلها هيعرف يتطور.
وفعلا بيأكل الوحش وبيقعد يتطور لغايه ما بقى خلاص في المستوى ال200، وبيجيله لوحه البيانات وبتقول له انه استوفى استنساخ الايفانا البحريه متطلبات التطور، ودلوقتي هيبدا التطور. وفعلا بتبدا تظهر حاجات غريبه على الوحش، والوحش بيكون متألم، وكمان بطلنا تشين. وفي اثناء تطور الوحش البيت بيكون بينهار وده من قوته. وبعد ما بيخلص التطور بيكون تشين مستريح على الارض، وبيقول ان ما كانش متوقع ان التطور يكون صعب كده. تشين بيقف ولكن مش بيكون قادر من التعب، وبنشوف وحش الاغانا اللي بيكون اتطور، وبيبدا تشين يجرب قوه وحش الاغانا الجديده، ومن ضربه واحده بديل الوحش قدر يدمر كيس الملاكمه. وبيقول تشين انه دلوقتي اتطور ويقدر يستخدم قوه خارقه. وبنشوف الاحصائيات الجديده بتاعه تشين اللي بيكون اتطور في القوه البدنيه وكمان الروح، والتطور بقى من المستوى الاول. السمات كمان كانت اتطورت زي الهاله الخارجيه والاحساس بالتشي. وبيعرف تشين ان لما بيتم تطور الاستنساخ بيتم مضاعفه بنيه الجسم الرئيسيه وسماته بشكل مباشر. ويا جدعان مقصود بتطور الاستنساخ وحش الاغانا. وتشين بيكون محتار هو لما بيتم تطور الوحش بيتم مضاعفة احصائياته ولا هو علشان ضعيف بس، وانه لو كان علشان هو ضعيف فهتزيد قوته بوتيرة معقولة. اما بقى لو الحاجة التانية انه كل مرة لما الوحش بيتطور بيتم مضاعفة الاحصائيات فوقتها انا هبقى شخص مرعب للجميع. وبيكمل كلامه تشين وبيقول ان بالحكم على معايير الفنون القتالية التقليدية فهو دلوقتي وصل الى مستوى الظلام، وانه دلوقتي يقدر يسمح بالطاقة الخارجية، وكمان بقى خبير فنون قتالي. وبيقرر تشين علشان يبقى اقوى لازم يعتمد على الاغانا البحريه. فالاغانا بتتفاعل معاه، وقتها بينصدم تشين وبيقول ان هي كمان تقدر تحرك طاقته الخارجيه. وبيقطع اللي بيحصل ده صوت حد بيخبط الباب، وبيروح عند اللي بيخبط الباب اللي بيكون متعصب، واول ما بيفتح له تشين بينصدم من هالته وبيخاف جدا، وبيقول ان هو بيعطيه شعور انه ممكن يحطمه في ثانيه، وبيتحول العصبيه دي الى خوف. وبيقول له هو خايف منه ان هو كان سامع صوت عالي فينفع بس يهدى. فبيعتذر له تشين وبيقول له ان هو كان بيتدرب علشان كده كان في صوت عالي. وقتها بينصدم الراجل وبيقول هو ايه نوع التدريب اللي يعمل الصوت ده، وبيلقي نظره على البيت وبينصدم لان البيت كان متبهدل. وبعد ما بيشوف البيت بيكون مصدوم وبيقول لتشين ان عادي يتدرب ولكن بس ينفع يوطي الصوت، وبيركب الاسانسير وبيمشي بسرعه. وبعد كده تشين بيقفل الباب وبيقول ان الاغانا البحريه المستنسخه كبرت جدا لدرجه انها دلوقتي ما ينفعش تقعد في البيت، وانه دلوقتي جه دورها علشان يحطها في الميه. فبيركب عربيته وبيروح قدام الشاطئ وبيسيبها في الميه، وبيبدا يستشعر الطاقه وبيقول ان دلوقتي يقدر يغطي دائره بنصف قطر 10 امتار، وبيبدا يتحرك بوحش الاغانا. وبيبص على السمكه وبيقول ان هي عندها 5 عيون وان هي دي هتكون هدفه الاول. وفعلا بيبدا يتحرك للسمكه وبياكلها، وبيجيله سنه من النظام ان بعد تناول السمكه المتحوله اكتسبت نسخته المستنسخه 10 نقاط. وبيقول تشين ان بعد التطور تناول الطعام العادي بيخليه يقدر ياخد نقطه واحده بس مع كل اكله هياكلها، ولكن السمكه المتحوله بتديله 10 نقاط لما ياكلها، ومره واحده بينقض على سمكه وبياكلها. وبتظهر له سنه من النظام انه وصل نسخته لحد الاقصى اليومي لاستخدامه اللي هي 100 نقطه، وانه ما يقدرش يحصل على المزيد من النقاط. تشين وهو متحكم بالوحش بيقول ان وحش الاغانا عادي يقعد في الميه لفترات طويله، ولكن هو علشان ما عندوش خراشيم لازم يطلع شويه من الميه يتنفس ويرجع تاني. فبيقرر انه يطلع وحش الاغانا بره الميه وبيرجع لجسده الطبيعي. فبيقرر يمشي بالمكان ده ويسيب الوحش في مكانه. وهو ماشي بالعربيه بيلاقي حد بيطلب النجده، فبيستخدم مهارته تفعيل استشعار الطاقه، وبيعرف ان في 3 اشخاص بيتاجروا بالبشر. ومش بتقف مهارته على هنا، لا ده كمان بيحدد ان في 2 بيستخدموا سكينه، وفي جزء من الثانيه بيقتحم مقرهم وبيهجم عليهم. واحد من العصابه بيستخدم قبضه يوانغ، فتشينغ بيستخدم مهاره قتال الثمانية اطراف. وقتها الشخص اللي بيواجه تشين استخدم مهاره تولو، ولكن تشين بيعرف يتفادى الضربه وبيكعبله، وهو بيكعبله بيستخدم الضربه الثانيه المهاره. وفي اللحظه دي تشينغ بيعرف انه محترف وبيستخدم 8 اطراف الملاكمه ضربه جبل الحديد، واللي بتخلي خصم تشينغ يقع على الارض وبيكون متصاب اصابه شديده. وبيقول الشخص اللي بيواجه تشين انه ما كانش متوقع انه هيقابل شخص قوي. تشينغ بيكون زعلان عليه وبيقول له ان للاسف شخص زي كده متعلم قبضه يو يتحرف عن الطريق الصحيح. بيغفله خصمه وبيهجم عليه وبيقول له انه لو عايز يتطور لازم يعمل زيه، وخلاص كانت صوابعه الاثنين هتتحط في عينه. تشين بيلحق نفسه وبيوجه له ضربه بيخليه يبعد عنه. الضربه دي كانت كفيله بقتله. وبيقول تشين ان المعركه بين المحترفين طلعت خطره، وان الضغط اللي كان حاسس بيه من الشخص ده يفوق 10 اشخاص معضلين. بعد كده تشين بيروح للفتاه اللي كانت بتطلب النجده وبيقول لها انها تتصل بالشرطه دلوقتي عشان ينقذوها، ولكن
ولكن اهم حاجه انها لما تتصل بالشرطه ويسالوها مين اللي كان موجود ما تقول لهمش، وتقول له ان هو ما كانش باين. وبعد 10 دقايق كانت الشرطه جت واقتحمت المكان، وعند مكتب نائب الرئيس بتتكلم شرطيه وبتقول انهم تمكنوا من ملاحظه اقدام شخص جه، وان الشخص ده دخل وكسر الباب وانقذ البنت وقوته تقدر ب1000 كيلو جرام. ومن بين الخاطفين 2 اتوفوا وواحد دخل في غيبوبه، وان وفقا اللي قالته البنت الشخص ده كان بيرتدي قناع. وقتها بينصدم نائب الرئيس وبيقول ان ازاي ده يحصل، وان اقوى قوه ممكن يستخدمها ملك المكالمه كانت 800 كيلو جرام بس، وان ازاي شخص يوصل للقوه دي. وبعد كده بنروح لتشين اللي بيكون راكب عربيته وشايف عصابه عند الميه، وبيقول زعيم العصابه ان مع قدره التنفس تحت الميه يقدر يلاقي السفينه الغارقه، والسفينه دي هتكون فيها جميع الكنوز اللي على الشاطئ، وبعد كده هيكونوا اغنياء. وقتها بيظهر بطلنا تشين وبيقول ان هو لاقي ناس وحشه كتير ولكن انتم اكتر ناس متميزه. فبيرد عليه زعيم العصابه بيقول له ان هو شجاع ولكن دلوقتي مش هيعرف يعمل حاجه، وبيهجم عليه وهو بيقول الكلام ده. تشين مش بيفكر كتير، هو كمان بيهجم عليه وبضربه واحده بيوقعه. حلفاء زعيم العصابه بيكونوا مصدومين وبيقول ان هو ذا قوه بعد اكتسابه المهاره الجديده، ولكن برضه ما يقدرش يقتله، وان هو يقدر يقاتل 5 بسهوله، فازاي مش قادر عليه، وان ده كده مش حاجه حلوه. بيحاولوا يهربوا الاثنين ولكن تشين مش بيديلهم فرصه وبيموتهم. تشين بيقول ان دلوقتي هيجرب مهاره التحكم بالعقل، وفعلا بيستخدم مهاره التحكم بالعقل. فبيساله هو انت ايه اسمك، فبيقول له ان اسمه تشانغ، وانه عنده سفينه بيستخدمها للتهريب، وانه من شهور حصل على قوه خارقه وهي التنفس تحت الميه. فبيقول تشين ان التحكم بالعقل طلعت معاه كويسه، وانه دلوقتي اصبح دميه تحت ايده. بيكمل كلامه زعيم العصابه وبيقول ان بيبحث في اعماق البحر علشان يعرف السفن الغريقه ويسرقها ويجيب الكنوز بتاعتها. وعند تشين بيلغي مهاره التحكم في العقل، فبيساله زعيم العصابه هو انا ايدي ازاي اتكسرت، فبيقول له هو انت اللي كسرتها، فبيقول له انت صح. وقتها بيعرف تشين ان مهاره التحكم بالعقل كمان بتاثر على قراراته. وبيكمل كلامه تشين وبيقول لزعيم العصابه انه يرتاح شويه، فبيقول له تمام. وبيقول تشين لو عايز يكبر الاغانه لازم ياكلها كتير، وبيقول ان زعيم العصابه بيتعامل مع الناس الاغنياء وهو هيستخدم الطريقه دي علشان يجيب اكل السلحفه يحكم بالعقل تاني علشان يتحكم بالشخصين اللي كانوا معاه. وعند سفينه العصابه بيكون بطلنا تشين ماشي بكل شياكه واناقه، وبيقول زعيم العصابه انهم يحضروا الاوراق علشان ينقلوا الملكيه لتشين، وبيتم فعلا اتفاقيه نقل السفينه لتشين. وفي اليوم التالي بنشوف وحش الاغانه عمال يتطور، وكمان بنشوف تشين اللي بيكون بيتدرب على الملاكمه. وفي الكهف الجبلي بيكون وحش الاغانه بيمتص الطاقه اللي بيتدربها تشين. وعند شركه بطلنا الجديده بيقول ان عمليه النقل تمت، وانه ما خرجش طول اليوم ولكن حصل على 90 نقطه، وجسم السحليه نما ب20 سم. وبيقول كمان ان بكره لازم يعمل رحله مع وحش الاغانه بتاعه، لانه اكتشف انه مش الشخص الوحيد اللي في العالم عنده قوه خارقه، علشان كده عايز يكون اقوى. وعند العصابه اللي بقت تبع بطلنا بيقولوا ان عدد الاسماك قل في الفتره الاخيره. وعند وحش الاغانه بيكون بيقاتل الاسماك قرش، القرش مش بيسيبه بيعضه، ولكن وحش الاغانه بيعرف يتفادى ضربته وبيعض هو كمان. وطبعا مش بيكون وحش الاغانه هو اللي بيقاتل، لا ده بيكون تشين ومتحكم بالوحش. وبعد ما اكل القرش بيجيله 10 نقاط، وبيجيله سلم النظام انه استوفى متطلبات الاستنساخ، وانه عايز يتطور ولا لا، فبيدوس تاكيد. في اللحظه دي بنشوف وحش الاغانه بيعاني، وفي نفس اللحظه بنشوف تشين كمان بيعاني بس في النادي الرياضي. وبالفعل تم التطوير، والقوه البدنيه بقت 130، والروح 38، الهاله الخارجيه بقت 210 من 1000، وادراك الطاقه بقى 280 من 1000، والملاكمه بقت متوسط الخبره و350 من 1000، وقوه السحابه بقت متوسط الخبره 290 من 1000، والتطور بقى المستوى الثاني ونقاط التطور 0 من 5000. وبيقول تشين انه حقق انجاز كبير، وان قوته البدنيه دلوقتي بقت اقوى ب 13 مره من الشخص العادي. وبيكمل كلامه وبيقول انه وصل دلوقتي الى مستوى يعادل النجاح الكبير في عالم الظلام. بيلاحظ تشين ان قوته ما تضاعفتش المره دي مش زي المره اللي فاتت، فبيخمن ان هو عشان المره اللي فاتت كان ضعيف فده طبيعي انه يحصل. وبيركز مع المهاره الجديده اللي جات له وهي التوافق مع الماء، ومش بيكون عارف المهاره دي ايه لازمتها. وبيعرف قوه الوحش الجديده، وانه اصبح جسمه بقى اكبر، وكمان كثافه العظام بقت اكبر، ووصل وزنه الى 4 أو 5 اطنان. وكمان اتضاعفت قوه الوحش، واصبح المخالب بتاعته شديده الصلابه. وكمان الميزه الجديده انه يقدر يسبح 70 كيلو متر في الساعه، ودي اسرع من سفينه كبيره، ويقدر يعمل صوت قليل ومقاومه اقل. وبيكون بيتحكم بالوحش، وبيقول تشين انه يقدر دلوقتي يتنفس في اعماق الميه، وانه اتحسن قدرته لدرجه انه يقدر يحس بالمسافه على بعد 20 كيلو متر. بيتحرك بالوحش وبيستخدم مهاره الاستشعار، وبيبدا يتحرك بالوحش وبيلاقي سبائك ذهب، فبيرجع لجسمه الاصلي، وبيوجه اتباعه انهم يتحركوا من المكان ده 3 كيلومترات، وفي الوقت ده يسقطوا صندوق علشان يلاقوا الذهب. وفعلا بيعمل كده ويتحول لوحش الاغانه، وبيقول لهم انهم يرفعوا الصندوق، ولكن بيلاقي حته من المعدن لازقه في الصندوق، فبيحاول تمزيق المعدن، وفعلا بيعمل كده وبيكتشف ان مخالبه بقى قويه جدا. فبيقول ان المعدن ده اكيد له قيمه علشان كده هو هياخده. واثناء ما
هو بيمشي في وحش بيهجم عليه. الوحش ده بيحاول انه يبتلع تشين، فبيقول تشين ان على الرغم من انه اطول وكمان اكبر منه، ولكن في المقارنه مع الدفاع والهجوم انت ما تتقارنش معايا. وبعد شويه وقت بنلاقي بطلنا ماشي والوحش ما فيهوش غير عظم، وبيرجع تشين لجسده الاصلي وبيقول ان القوه بتاثر في الاتجاهين، ولكن مع كده كثافه العظام بتاعتي بقت قويه، وان دلوقتي قوته بتوصل ل 3000 غن، اي ما يعادل 1.5 طن، وبضربه واحده بيكسر الصخور. وبيقول ان من النهارده هيستخدم الشاطئ ده علشان يتدرب وكمان علشان محدش يكشفه. وبيقول كمان ان قوته دلوقتي مش بتعتمد على الهجوم والدفاع بس، لا ده كمان الشفاء اللي في ثواني اتشفيت. انا لسه كنت بضرب في الصخر ومع اصابات طفيفه ولكن اتشفيت في ثواني. وفي اثناء ما هو بيتكلم وحش الاغانا بيكون لسه طالع من الميه، الوحش بينزل حجر معدني من بقه، فتشين بيمسك الحجر وبيقول ان وزنه 200 رتل وان الحجر تقيل وكمان صلب، ومع كل القوه اللي وصل لها الوحش ولكنه خدوش بسيطه. تيجي فكره لتشين انه يصنع من الحجر المعدني سلاح، ولكن بيغير قراره لانه طلع صعب انه يصنع سلاح مع مهاراته الحاليه. وبعد كده بيروح تشين للسفينه وبيسالهم هي فين البضاعه، فبيقول ان البضاعه جوه، وبيمسك تشين الذهب وبيقول ان الذهب ده كويس جدا عشان يبيعه. وفي وسط المدينه بيكون تشين بيبيع الذهب، فبتسال الموظفه هو ايه نوع الذهب اللي انت عايز تبيعه، فبيوري لها الشنطه وبتتفاجئ وبتقول له ان هي لازم توريه للمدير. تشين فعلا بيروح للمدير وبيسلم عليه وبيقول له انه عايز يبيع الذهب ده، وبعد فحص الجوده اتبين انها مش اعلى حاجه ولكن برضه مش وحشه. وطلع ان الذهب اللي مع تشين 11250 جرام، وانه كل جرام هيبيع تشين ب 400 يوان. وبعد ما تمت العمليه استلم تشين 4 مليون ونص، وهو ماشي بالعربيه بيقول انه عايز يغيرها لانها ما بقتش قد المقام. وفي معرض العربيات الفاخره بيكون تشين عايز يشتري عربيه، ولكن بيلاحظ ان في بنت وولد ماشيين، وبنعرف ان دي كانت خطيبه تشين السابقه، وبيقول ان عمل كل حاجه علشانها لدرجه انه كان بيديلها كل فلوسه وهي برضه ما قدرتهوش، كانت بتطمح للفلوس فقط ما كانتش بتحبني. وعند خطيبه تشين وخطيبها الجديد بتقول له ان الواد ده بيستهزأ بيا، وكمان بتقول لخطيبها ان ده كان خطيبها الفاشل اللي كان بيطاردها كل يوم. فخطيبها بيضحك عليه وبيقول له هو انت بتعمل ايه في معرض السيارات الفاخره؟ وقتها موظف الاستقبال بيتعصب عليه وبيقول له هو انت بتسمي ده مفلس؟ خطيبها مش بيسيبه في حاله وشغال تريقه فيه، وخطيبته عشان تستهزأ بتشين بتقول له انها عايزه تشتري السياره دي. بيفكر بينه وبين نفسه وبيقول ان هو بيحصل على عشرات الالاف بس، فازاي هيجيب لها سياره فاخره زي دي؟ وبيروح لتشين اللي بيبص على العربيه وبتعجبه وبيقول ان هي دي هتنفعه لحمل الاشياء الثقيله. فبيقول له موظف الاستقبال انه هياخدوا السياره دي وانه هيدفع عن طريق البطاقه، فبيرد عليه موظف الاستقبال وبيقول له انها هتكلف 2 مليون ونص، وبيقول له كمان انه يدفع عن طريق البطاقه المبلغ كله ولا بالتقسيط، فبيقول لها انه ايوه المبلغ كامل. خطيبته السابقه مش بتسيبه في حاله وبتقول له انت مستحيل تدفع المبلغ ده لانك مجرد فقير، وانه كمان ما يقعدش يتظاهر انه هيشتري السياره دي علشان ما يكونش الموقف محرج. واحد من اتباع تشين بيرد عليه وبيقول له انت مالكش دعوه، طب لو اشتراها هتعمل ايه؟ فبيرد عليه وبيقول له انه لو فعلا قدر يتحمل تكاليفها فهو هيناديه بابويا، ولو العكس فتشين هيناديني بابويا. وقتها بتيجي موظفه الاستقبال وبتقول له ان خلاص تم الدفع وخلاص ياخد مفتاح عربيته وكمان البطاقه. التابع بتاع تشين بيشخصنها معاهم وبيقول ان دلوقتي المفروض يسمي تشين بابويا، فتشين بيقول له فكك من الناس دي وما تضيعش وقتك معاهم. وبعد كده تشين بيركب العربيه وبتكون خطيبته عايزه ترجع له تاني ولكن هو ما بيعبرهاش. وبعد كده بيروح لتشين اللي بيكون فاتح لوحه البيانات، ونقط التطور بدل ما كانوا 0 دلوقتي بقى 2160 من 5000، وبيقول ان اول ما هتبدا الدراسه مش هيكون معاه وقت وكمان محتاج فلوس علشان ياكل وحش الاغانا، فهو محتاج يطور نفسه ويجمع فلوس اكتر. تشين بيقرر يتحول لوحش الاغانا وبيقول ان سمكه ابو سيف اسرع سباح بين الاسماك في العالم، اللي بتوصل سرعته ل 60 ميل في الساعه اي حوالي 60 كيلومتر في الساعه، ولكن دلوقتي انا بقيت اسرع منه. وبيبدا تشن في اكل الاسماك وبتجيله سلم النظام ان اتطور 10 نقط، وبيقول تشن ان العالم بدا يتغير وانه بيتساءل لو في منظمه سريه بتدير العالم، وممكن تكون المنظمه دي بتديرها الحكومه، ولكن على اي حال المفروض دلوقتي يخبي مهاراته علشان ما يتكشفش. وبعد كده بينتقل لجسده الاصلي وبيقرر انه يروح شركته الجديده. شن بيكون في الطابق العلوي ولكن عمال تجيله سالات انه بيزيد في نقاط التطور، وكل ده بسبب وحش الاغانا اللي عمال ياكل في الوحوش لوحده. تشن بيستخدم قدرته وبينتقل لوحش الاغانا وبيلاقي سمكه غريبه وبيقول انها طويله، بيستخدم مخالبه لتقطيع الوحش واكله، وهو بياكلها بيزداد 90 نقطه تطور وبيقول ان السمكه دي فيها حاجه. وبعد كده تشن بيروح لمكان التدريب بتاعه اللي اتفقنا انه هيكون على الشاطئ. بنشوف تشن بيكسر في الصخور وبيقول انه ما توقفش عن التدريب من الوقت ده، وكمان قوته بقت طنين، ومع مجال القوه الخارجيه بتزداد قوتي ل5 اطنان.
ولا جدعان مش فاهم، هو قوته الأصلية طنين، ولكن لما بيستخدم مجاله الخارجي بيبقى 5 أطنان. تشين وهو بيتدرب بيسمع صوت وبيلاقي إن في ناس على القارب. تشين بيقرر يروح لهم وفعلا بيعمل كده وبيستخبى ورا الصخور، وهو بيسمعهم بيعرف إن الصفقة دي من الدرجة دي وبيقول إنهم مسلحين. وفي حين ما كانت العملية شغالة في جزء من الثانية بيتدخل تشين وبيضرب واحد فيهم بيمسك السلاح، ولكن تشين ما بيدولهوش فرصة وبيضربه. وبعد دقايق معدودة بنلاقي تشين قضى عليهم كلهم، وبدون ما يفكر كتير تشين قرر انه يروح للقارب ويتعقبهم. واللي مش فاهم كانوا مجموعتين، مجموعة على البر ومجموعة في المية. تشين خلص على اللي في البر ودلوقتي رايح على اللي في المية. تشين بيوصل لهم وبيضربهم بمخالبه وبيقسم المركب نصين. العصابة كلها بيكون في المية وبيكونوا خايفين لان الوحش جاي عليهم، وتشين بيبدأ يخلص عليهم واحد واحد، وواحد منهم بيضرب النار على تشين، ولكن تشين بيصرخ فيه وبيموته. وبعد ما خلص عليهم كلهم بياخدوا الشنطة معاه للبر علشان يعرف ايه اللي فيها، وبيفتح تشين الشنطة اللي بيطلع انها مليانة فلوس، وان رزمة واحدة منها ب10 ملايين، ما بالك بقى ب 300 رزمة. تشين بعدها بيقرر يروح للشركة، وفي غرفة الاجتماعات بيقول لهم ان الاسهم بترتفع كل يوم وان هيحصل للجميع مكافأة في اخر السنة. وبعد ما بيخلص الاجتماع حد بيرن عليه وبيقول له ان النهارده اخر يوم في المدرسه، وهو الوحيد اللي ما راحش المدرسه. وفعلا بيروح المدرسه وبيكون كله مبهور منه لانه بقى غني، وكمان بتكون وسائل الاعلام عماله تصور فيه. وبعد شويه وقت بيروح لمصنع الفولاذ لان تشين كان عايز يشتري 100 طن من الفولاذ، وفعلا بيتم العمليه اللي كانت ب 700,000. وفي تاني يوم بيتم فتح الصاله التدريبيه اللي عملها تشين، وبيقول ان لما يجهز كل حاجه هيكون ده مكان تدريبه الجديد. وبعد كده بيروح للشرطه اللي بيكونوا عثروا على الاشخاص اللي قتلهم تشين، وبتقول نائبه الرئيس ان في شخص قدر يقتل ال3 اشخاص دول في دقيقه واحده بس. فبيقول لها الرئيس ان اللي عمل كده عنده قوه جنونيه. وفي اثناء ما هو بيتكلم في حد بيكلمه في التليفون وبيقول له انهم عثروا على جثه تانية في البحر. وبيروح لتشين اللي بيكون واقف وفي حد بيجيله وبيسال هو فين تشانغ، واللي مش فاكر تشانغ ده زعيم العصابه السابق. المهم تشين بيرد عليه وبيقول له ان تشانغ بقى بيشتغل معاه وهو تحت امره دلوقتي. فبيدخل في الموضوع على طول وبيعرفه عن اسمه هو وانغ، وبيبدا يفهمه هو عايز ايه، وبيقول ان في سفينه غارقه عمرها قرون وتقدر بعشرات الملايين. وبيساله كمان هو يقدر ينفذ العمليه ولا لا. فبيرد عليه تشين وبيقول له ازاي هنقسم البضاعه. فبيرد عليه وانغ وبيقول له ان هو هيوفر له الخريطه وهياخد 70% وهو هيحصل على 30% بس. وقتها بيرفض تشين وبيقول له انه يبحث عن حد تاني غيره. فوانغ بيقول له طب انت عايز تتقسم ازاي؟ فبيجاوب تشين وبيقول له ان هو عايز نسبه 50%. وبيفكر وانغ بينه وبين نفسه وبيقول ان مع الايام الحاليه والقوانين بتخلي انقاذ السفينه او اي حاجه بقت صعبه. لا ده مش صعبه بس ده بقت شبه مستحيله. وعلشان يتاكد من قراره الصحيح بيسال تشين هو يقدر يرجعها ولا لا. فتشين بيقول له ان ايوه يقدر. وبيكمل تشين وبيقول له ان اللي زي تشين عنده منه كتير، وانه ممكن كمان يبص على العمليه وهو بيشتغل. ويا جدعان اللي مش فاهم العمليه ان تشين هينزل تحت الميه وياخد الصندوق الغارق من السفينه الغارقه، ولما ياخدوا الصندوق هيبيعوه في المزاد بالملايين. المهم يا جدعان بتتم الصفقه بنجاح، وبيروح لمركز الشرطه بيكون المدير مصدوم وبيقول ان مستحيل وحش يكون عنده مخالب زي كده. وبيبص في سجل البيانات وبيعرف ان في وحش بحري هو اللي عمل كله ده. وعند تشين بيبص رصيد حسابه وبيقول انه قليل. وبعد كده بيروح عند الشاطئ علشان يتدرب، وعند مكان التدريب بتاعه بيقول ان هو عايز يتدرب علشان يتحكم في قوته. وبيقول ان هو دلوقتي يقدر يغطي حوالي 30 متر، وكمان يقدر يحس بالرياح والعشب اللي جنبيه. وبعد كده بيتحول لوحش الاغانه وبياكل في السمك وبيزيد 210 نقطه، وكمان البنيه الجسديه بتزيد بمقدار 21 نقطه. وبيبص فوق على سطح الميه وبيلاقي ان سفينه وانغ حركتها بقت بطيئه، وده معناه ان العمليه قربت. تشين بيرجع لجسده الاصلي وبيكلم وانغ وبيقول له ان العمليه هتكون بالليل، وبيقول ان بعد تعب في التدريب اكتسب 15 نقطه في التحكم في الهاله. وفي الليل بيجي وقت العمليه، وانغ بيقول لتشين هو فين طاقمك اللي هيقوم بالمهمه. فبيقول له تشين انهم فعلا في الميه ودلوقتي يقول له الموقع بالظبط. فبيرد عليه وانغ بيقول له التفاصيل بالظبط، ان بعد 200 متر في اليسار هتلاقي تحت عمق 700 ل 800 متر. وبيروح لتشين اللي بيكون في الميه وبيقول ان مع تحسن بنيته الجسديه لسه حاسس بضغط في الميه، وبيبدا يتجول في اعماق الميه. وبيقول له وانغ ان مفيش حاجه في المكان اللي قال له عليه. وقتها بينصدم وانغ وبيقول هو ازاي فحص 700 ل 800 متر في 20 دقيقه بس. وبيقطع تفكير وانغ المساعد بتاعه وبيقول ان بعد مئات السنين ممكن الموقع يتغير، علشان كده يتحرك للشمال الى مسافه كيلومترات. وفعلا وانغ بيقول لتشين يعمل كده، وتشين بيبدا يستخدم مهاره الاستشعار. ولما بيبدا يستخدم مهاره الاستشعار فعلا بيلاقي الصندوق الغارق. ولما بيطلعوا الحاجه اللي كانت في الصندوق، المساعد بتاع وانغ بيقول له ان في 8 قطع مكسوره و3 سليمه، والقيمه المقدره لكل حاجه حوالي 30 مليون، وممكن يحصلوا على 20 مليون كمان لو باعوها في مزاد خاص. وبيفرح وانغ وبيكلم تشين وبيقول له ان كل حاجه متروكه ليه وهو بس بيجمع المال. وبيبدا وانغ انه يقسم الفلوس وبيدي لتشين 11 مليون ونص. وتشين بعد ما خد الفلوس بيقول ان
دلوقتي مفيش مشكله في الفلوس، ولكن دلوقتي عايز يزود قوته علشان هو ضعيف. ومش كده وبس، لا ده كمان عايز يزودها علشان لو اي حد ضرب عليه نار او طلقات ناريه او قناصه ما ياثروش عليه. وتاني يوم تشن بيبقى قاعد مستريح في شركته، فبيجي له شخص غريب وبيقول له هو انت تشن مالك شركات تايلاند للصناعات البحريه؟ فتشن بيرد عليه بيقول له هو انت مين؟ فبيرد عليه بيقول له ان هو اسمه تنهوري، وكمان نائب المدير العام لمجموعه تنهونغ وصديق وانغ. وبيقول له كمان انه هيذهب للصيد في البحر وانه مهتم بالتعاون ولا لا. فبيقول له تشين انه مهتم لو كان مربح. وبيخلص الاتفاق ما بينهم ان هو هيتقابلوا بكره في الشركه. وبيفكر تشين بينه وبين نفسه وبيقول ان حتى ابن اغنى راجل مهتم بحطام السفن. وبننتهي المشهد بعد كده وبيكون تشين في الميه وبيقول ان حصل على سمكه تقدر ب10 مليون، ومش سمكه واحده لا دول 2. وفي المستودع بنشوف تشين حاطط السمكه في صندوق مليان تلج، وبيقول ان الخطوه الثانيه انه يلاقي لها مشتري. وبعد كده تشين بيروح يقابل تنروي وبيتفق مع تشين ان هو يديله عنوان سفينه غارقه وهو يجيب الحاجه وهيقسموها بالنص. وفي وسط ما هما بيتكلموا بيتفقوا عن كل حاجه، تشين بيساله هو عارف حد بيبيع مأكولات بحريه علشان يبيع له السمك اللي عنده؟ فبيقول له انه يعرف، وبيكلم له حد عشان يبيع السمكتين اللي عنده. وعند المستودع بتاع تشين بيجوا شخصين عشان يقيموا السمك اللي عند تشين، وبيقول له واحد منهم ان السمكه دي جودتها تقدر من الدرجه الاولى وسعرها حوالي 7 مليون. وفعلا بيتم الاتفاق. وبعد كده تشين بينزل ميه وبيلاقي ان في غواصتين، فبيقول ان هو لو كان قوي زمانه كان دمرهم هما الاثنين. وبيبدا ينزل في اعماق الميه وبيقول ان كل ما نزل كل ما حس بخطر اكبر وكل ما كان الموضوع اصعب، وبيفكر انه يمشي لانه حاسس ان في خطر. وهو بيحاول يمشي بيلاقي في وحش الكابوريا بيهجم عليه، فبيهجم تشين عليه وبيقول له ان هو ما يحاولش يعبس معاه، ولكن الكابوريا بتصد ضربته بكل سهوله. فبيقول تشين انها اقوى من السمكه المتحوله. وحش الكابوريا مش بيسيبه في حاله وبيهجم عليه باقوى قوه عنده. وبيتفاجئ تشين لان القوه اللي اطلقها وحش الكابوريا تتجاوز ال10 اطنان، ومع ذلك تشين ما بيستسلمش وبيهجم عليه باقوى ضربه عنده وبينهيه. وبيقول ان هياخد وقت عشان يستوعب وحش الكابوريا. وبيرجع تشين لجسده الاصلي وبيقول ان العالم بدا يتغير زي سمكه الشريط العملاق وسمكه الزناد العملاقه ودلوقتي العنكبوت. ويا جدعان قصده بالعنكبوت اللي هي الكابوريا. المهم تشين بيبص على الحوادث اللي عماله تحصل على الغواصات واللي بيكون عملها المخلوقات البحريه، والمخلوقات اللي عملت كده بتكون غير مستكشفه وغامضه. فبيقول تشين ان كل ما اتعمق اكتر كل ما قوه المخلوقات المجهوله دي هتكون اكتر. المهم بيبدا يرجع لجسد الاغانا وبيبدا ياكل في وحش الكابوريا وبيزيد 290 نقطه. ومش هو ده بس اللي بيزيد، لا كمان احصائيات الجسم البدنيه بدات تزيد بمقدار 29 نقطه. وبيقول تشين ان حجم الجسد بتاعه كبر بما يعادل 18 متر. وبيرجع لجسده الاصلي وبيبدا يتدرب وبيقول ان هو زاد 100 نقطه، وكمان الهيكل العظمي بتاعه بقى اقوى في كل حاجه. ودلوقتي المسدس ما يقدرش يسيبه غير بجروح طفيفه زي انه يخدشه بس، ومع درعه الطبيعي وسرعه ردة فعله الطلقات العاديه مش هتقدر تسيبه حتى. وبعد كده تشين بيروح للمكتبه وبيمسك كتاب وبيقول ان العالم مش بسيط زي ما هو كان فاكر، وان التعلم والقرايه هي دايما الخيار الصحيح. وبيروح لمكان التدريب بتاعه وبيقول ان هو مش هيقدر يتطور الا من خلال التعلم المستمر. وبيكون اشترى تقنيتين من المكتبه اللي هو كان فيها من شويه. وبيقول ان اساليب باجي تشوان وشينغ تشوان ممكن تكون بسيطه ولكن اتقانها مش حاجه سهله. وبعد ما بيخلص تدريبه حد بيرن عليه وبيقول له ان هم وصلوا. فتشين بيرد عليه وبيقول له ان هو يرسل الموقع بتاعه علشان رجاله تشين هيكونوا تحت الميه في نص اليوم. وفي نص الليل بيكون تشين تحت الميه. فبيكلمه راجل تاني وبيقول له هو انت لقيت صندوق خاص، وان طالما يقدر يجيب له الصندوق الخاص ده فكل اللي هيتبقى من حطام السفينه ملك ليه. وبيروح لتشين اللي بيقول ان هو لاقي صندوق مليان دهب وقيمته ب20 مليون، وكمان لاقي صندوق خاص ومش بيكون عارف الصندوق الخاص ده الراجل محتاجه في ايه. وبعد ما تشين بيجيب الحاجه للراجل، الراجل بيكون مصدوم وبيقول ان هي دي الاكسيه بتاعته. وبعد كده بننتقل للمحققين، واحد من المحققين بيقول ان الناس دول ماتوا زي الناس اللي قبليهم، كل دماغهم مفقوده وعضلاتهم جافه مثل اللحم المقدد، ومع كل ده وقت الوفاه ما عداش ال10 ساعات. فبيقول المحقق ان كل الضحايا ما كانش عندهم عائلات ولكن كان عندهم قوة جسدية. والنتيجة على اللي بيحصل ده بيقول للمحقق اللي معاه انه يقفل كل الاماكن الترفيهية اللي في المدينة. وفي وقت متأخر من الليل بنلاقي شخص بيموت، وبيروح للمحقق اللي بيكون مصدوم وبيقول ان في 4 كمان ماتوا. وعند تشين بيقول ان بعد ايام من التدريب حقق تقدم كبير في مهاراته باجي تشوان وشينغ تشون، وبيجيله رسالة من النظام من استوعب تقنية قتالية جديدة وانه يسميها. فبيقول تشين انه هيسميها القبضة المتفجرة، وانها مزيج من وضعية باجي تشوان ذات الثمانية الزوايا وتقنية شينغ تشوان. وبعد كده بنشوف سفينه وبيكون عليها صيادين، وواحد من الصيادين بيقول ان اخيرا مسك بالسمكه اللي قعد يطاردها كتير. وبيقول كمان ان لازم يكون حذر لان المره دي كلفته استثمارات ضخمه، فقط شبكه الصيد الواحده كلفته الملايين. فبيقول الصياد اللي معاه ان في ثقب في منتصف الشبكه وان الاسماك بتهرب، فبيزعق له بيقول له انهم يسحبوا الشبكه بسرعه. فبيرد عليه الصياد وبيقول له ان الكشاف ما بيظهرش ان في اي حاجه بتتحرك. وبيروح لتشين اللي بيكون هو اللي عمل كل ده، وهو اللي عمال ياكل في الاسماك اللي بتكون في
الشبكه، وبيقول ان جسم واحد بيلتهم العشرات من الاسماك في دفعه واحده وان دي وجبه شهيه، وبيقول ان دلوقتي جه الوقت علشان يرجع للمنزل. وبنروح للصياد اللي بيكون مصدوم وبيقول هو ليه شبكتي ممزقه واسماكي راحت فين، وبيكون مش عارف هو انهي وحش اللي يقدر يعمل كده. وبنروح لتشن اللي بيكون مروح بالعربيه ومستخدم مهاره الاستشعار، وبيقول ان في حاجه بتتبعه وهو حاسس بشعور مش مريح، وبيقول اللي بيطارده اكيد ده وحش او شبح. تشن بيزود سرعه العربيه وبيتاكد ان في حد فعلا بيطارده، وبيقول ان السرعه دي اسرع من سياره ولكن يقدر الوحش ده يلحق بيه، وبيخمن ان الشخص اللي بيطارده ده مش حد ضعيف. تشن بيروح عند الشاطئ وبيقول له انه يخرج وانه مش شخص سيء. وقتها بتظهر بنته وبتقول له ان في حد سرق لبسها وان ينفع يجيب لها اللبس ولا لا. تشن مش بيرد عليها وما بيديلهاش فرصه في الكلام وبيهجم عليها، واول ما بيهجم عليها بقوته بتتحول لوحش، وبتقول له ان هو عنده طاقه حياه قويه وانها تاخدها منه، وبتقول له كمان انها لما تاكل واحد زيه هيعادل مئات الاشخاص اللي بصحه جيده، وان ده كافي لمساعدتها على اكمال المرحله الاولى من تطورها. تشن مش بيديلها فرصه تتكلم وبيقول لها لو انت عايزه تاكليني وريني قوتك، فبترد عليه الوحش وبتقول له ان هو سريع فعلا ولسه هتكمل كلامها بيكون قضى عليها مع قوة الضربة اللي ضربها لها تشن، ولكن هي مش بتموت. فتشن بيبدأ يضرب في النخلة اللي بيكون على الشاطئ، وكل ما بيضرب في النخلة بتكون أضعف. فبيقول تشن إن هي تقدر تندمج مع جذور الأشجار والصخور، ولكن في كل مرة بيضرب الوحش بيحس إن الوحش بقى أضعف. تشن بيقول للوحش إن الاندماج مع جذور الأشجار حقا مهارة جيدة ولكن مش معاه، وبيقول كمان للوحش إنه يجاوب على أسئلته علشان يمنح موت سريع. فالوحش بيرد عليه وبيقول له وأنا ببان لك إن أنا بخاف الموت، وبيقول كمان اللي كان فاضل له شهر واحد بس ولو كمل تحوله للظلام كان حتى ملك الحرب مش عارف يوقفه. ولكن انتهى الامر في الاخر انه يواجه شخص زيه في مدينه عاديه. بيكون الوحش في اخر اللحظات وهو بيقول كده وبيبدا يختفي واحده واحده، وبعد ما بيكون قضى على الوحش بيجي له رساله من النظام وبتقول له ان هو قضى على وحش مفسد وانه حصل على 10 نقاط سمات. بيكون تشن مش عارف النقاط دي ايه لازمتها، فبتظهر له رساله من النظام كمان وبتعرفه نقاط السمات ممكن يعمل بيها ايه، وبنعرف انه ممكن يستخدمها لتعزيز المهارات زي تقويه الاسلحه او تطوير الجسم، او كمان ممكن يفتح سمات خاصه مثل البرق او الجليد او النار. فبيقول تشن ان عنده قوه خارقه وقريب هيكون عنده سحليه عملاقه، ولكن دلوقتي عايز مهاره من مهارات السمات. وفي المخزن تشن بيبحث عن المفسد والمستيقظ ولكن مش بيلاقي اي معلومات، فبيقول ان اكيد الحكومه هي اللي حجبت المعلومات دي، وبيقول لسه ضعيف ولكن مع ازدياد قوته هيبحث في العالم مره تانية. وبيكمل كلامه وبيقولوا ان ممكن لما يتجاوز جسمه اعلى من 10,000 يبدا يدور في العالم. وقتها بتجيله رساله بالنظام وبتقول له ان هو يختار عنصر عشان يعززه زي الرياح والماء والارض والبرق والضوء او الظلام، والقوه الجسديه غير كافيه حاليا فهو ممكن يعزز عنصر اساسي بس، فبيختار تشن انه يعزز البرق. في اللحظه دي بيجيله رساله من النظام وبتقول له ان تم استخدام نقطه لتعزيز سمه البرق. تشن بيجرب قوه البرق الجديده وبيقول انها ضعيفه وان حتى اتقان قوه البرق محتاج نقاط خبره، وبنشوف احصائيات تشن في اتقان البرق وبيكون مستواه 10 من 1000، وكمان بيكون مستواه في التطور 3190 من 5000. القدرات بيكون هاك الملاحظه وهاك التسلح، والمواهب بيكون التوافق مع الماء واتقان البرق. وبعد كده تشن بيكون بيقتل في وحوش الميه عن طريق مهاره البرق، وبيلاقي وحش بحري متحول فبيقول ان ده ما يقلش خطوره عن الكابوريا اللي قتلها قبل كده، وبياكله وبيزيد 98 نقطه. فبيقول ان حتى السحليه دلوقتي بقى عندها قوه البرق اقوى منه. وفي مطار المدينه بيكون المحقق مستني ناس وبيروح لهم وبيقول لهم هو انتم من مكتب الشؤون الخاصه وان هو مكلف علشان يستقبلهم. فواحد من المحققين بيسلم عليه وبيقول له ان هو اسمه وانغ، والتالي بيعرف على اسمه هو جيان وهو المحقق الرئيسي في القضيه 907، وانه دلوقتي يوريهم الجثث. بيوري لهم الجثه وبيقول لهم ان هي دي الجثه اللي عثر عليها الليله الماضيه وان هي دي الجثه الوحيده اللي لقوها، وان في 4 اشخاص ماتوا بنفس الطريقه. بيبدا المحقق يستخدم قوته وبيشوف شكلها قبل ما تموت، فبيقول المحقق اللي معاه ان الهاله اختفت وده معناها انها ماتت. وبيروح لتشن اللي بيكون في المخزن بتاعه عمال يتدرب وبيقول ان قدراته بتنمو بسرعه ولكن هو مش عارف يتحكم فيها، وان هو محتاج يتدرب علشان يعرف يتحكم في قوته. وفي اليوم الثاني تشن مشتري فيلا ب 25 مليون، وبيروح للمحققين واحد منهم بيقول ان مفيش نشاط غير عادي النهارده، فبيقول المحقق التاني ان ده معناه ان تم القضاء على الوحش. وبيكمل كلامه وبيقول له ان هو دلوقتي محتاج يروح يتدرب علشان نهايه العالم قربت. فبيستغرب المحقق اللي معاه وبيقول له نهايه العالم ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ فبيرد عليه وبيقول له ان توقعات البروفيسور تشير الى ان التذبذب الفضائي القادم هيكون اقوى ب10 مرات من اللي حصل قبل 20 عام، ودلوقتي اولويتهم انهم يعززوا قوتهم باقصى سرعه، وان وحدها القوه اللي هتمكنهم من رد الجبين للوطن والدفاع عنه. وبعد كده بنروح لتشيل اللي بيكون في الميه وبيلاقي صندوق كنز، وبيقول ان بوظ قطع اثريه كتير بسبب ان هو كان بيحفر فبوظهم. وبعد كده بيكون قاعد وبيقول ان القطع الاثريه اللي كان هيبيعها دي تقدر بعشرات الملايين، ولكن اهماله وهو بيحفر خلاه يبوظ العديد من القطع الاثريه اللي كان ممكن يبيعها. تشن وهو قاعد بيلاقي حد بيحاول يضايق الموظفه اللي كانت بتشتغل في المطعم، فتشن بيقوم له ولكن التاني بيزيد في
فيها وبيقول له هو انت بتحاول تضربني؟ وريني هتعرف تعمل ايه. فتشن بيقول للبنت هو انتوا عندكم كاميرات مراقبه؟ ولكن البنت بتشيل الفيشه وبتعمل انها مش شايفها وبتقول ان الكاميرات معطله. تشن بينتهز الفرصه وبيضرب الولد العلقه التمام، وبعد كده بيروح لبيته وبتجيله رساله من النظام اللي اكتسب 18 نقطه في التحكم بالبرق، وبيكون بيزيد لان وحش الاغانه عمال ياكل في الوحوش لوحده. وبعد كده تشن بيروح علشان يبيع القطعه الاثريه اللي لقاها في الميه، وبيفتح الشنطه بيقول له هو سعر الطبق الاثري ده بكام؟ فبيقول له القطعه اصليه وما فيش شك، ولكن للاسف هو معاه جزء واحد منها بس، وده اللي هيقلل من ثمنها. فتشن بيقول له انها في الاصل كانت ضمن مجموعه ولكن للاسف بوظها بسبب غبائه. فبيرد عليه الراجل وبيقول له ان الموضوع مؤسف ولكن هو ممكن يشتري منه الطبق ب 4 مليون ونص. تشن هو ماشي بيقول ان حاسس ان في نظرات غريبه عن الراجل ده وانه كان بيخفي حاجه، وبيروح للراجل اللي بيكون اشترى الطبق من تشن، وبيكون الزعيم بتاعه بيكلمه بيقول له هو انت متاكد ان انت لقيت دليل على السفينه الغارقه؟ فبيقول له انه يبص على القطعه الاثريه دي وانها بتحمل ختم رسمي اللي كانوا بيبحثوا عنه، وبيقول كمان انه اشتراها من شاب وانه اكيد الشاب ده يعرف المزيد من التفاصيل. وقتها الزعيم بيقول له ان هم يسلموا المعلومات للثعلب وانه هيعرف كل حاجه في حدود نص ساعه بس. وبعد شويه دقايق بيكونوا عرفوا معلومات على تشن، وبيقول الراجل اللي اشترى من تشن ان هو كان طالب جامعي ولكن فجاه انفق 3 مليون على سياره فخه، وكمان سافر للخارج مع ليتا ينهوري. وبيقول للزعيم بتاعه ان هم ممكن يواصلوا التعاون مع اللي بيدعم تشن. فبيرد عليه الزعيم بكل خبث وبيقول له احنا هنشتغل معاه، وبيضحك ضحكات خبيثه. وبيروح لتشن اللي بيقول ان الصفقه تمت بسلامه ولكن هو حاسس ان في حاجه غلط في الراجل ده. وتاني يوم تشن بيكون في الاسانسير وبيقول ان الموضوع بتاع امبارح لسه شاغل تفكيره، وبيكمل كلامه وبيقول ان هو ممكن يكون بيتوهم. بيغير الموضوع تشن وبيقول ان بعد امتصاص قدرات الثعبان البحري ازدادت كثافه العظام بتاعته بمقدار 50 ل 60 الشخص العادي، وان بيتساءل دلوقتي هو ممكن يتحمل الطلقات الناريه ولا لا. وعند باب الاسانسير بيكون حد مستنيه، واول ما بيطلع تشن من الاسانسير بيجي وراه وبيقول له انه ما يتحركش وما يعملش اي صوت وانه يجي معاه. وفي العربيه تشن بيعمل انه خايف وبيقول لهم هو انتوا هتودونا على فين، وانه مش فاكر انه اسالهم بحاجه وانهم هيعملوا ليه كده فيه. فبيرد عليه احد الخاطفين وبيقول له انه هيقابل شخص وانه ما يعملش اي حركه غبيه. وعند زعيم الخاطفين بيكونوا وصلوا تشن، واحد من الخاطفين بيكلم زعيمهم وبيقول انهم جابوا تشن. بيكون زعيم الخاطفين متعصب وبيقول انا دلوقتي هشوف مين اللي خلاني انتظر طول الليل. تشن بيظهر شخصيته الحقيقيه وبيقول لهم هو انتوا ليه لوحدكم بس؟ فبينصدم الخاطف وبيقول هو من شويه مش كان خايف، ازاي دلوقتي تحول كل التعابير وبقى هادي؟ وبيقول كمان ان في حاجه مش طبيعيه فيه وان هدوءه مريب. فبيقول زعيم الخاطفين انتوا واقفين تعملوا ايه ودلوقتي جهزوا اسلحتكم؟ واحد من العصابه بيهجم على تشن بالسلاح ولكن تشن ما بيدلوش فرصه وبيضرب السلاح وبيطيره. تشن بياخد السلاح منه وبيقول للعصابه ان يسيب السلاح في الارض ولكن تشن مش بيسمع كلامهم. فبيقول زعيم العصابه ان عنده مسدسين بينما تشن ما عندوش غير رصاصه واحده وان هو محاط من العصابه في كل الاتجاهات فازاي هيهرب. فبيرد عليه تشن وبيقول له ان هم الاغبياء وانه في الواقع هم اللي وقعوا في الفخ، وان دلوقتي يقولوا له مين اللي بيقف وراهم وان لو كانوا صادقين هيجعل نهايتهم سعيده. ما بيسمعوش كلام تشن وزعيم العصابه بيضرب عليه نار، فتشن ما بيدلوش فرصه وبيقتله. وكده تكون الرصاصه اللي مع تشن خلصت ومعهوش اي طلقات ناريه. وبتقول العصابه ان نفذت خزينه تشن وان دلوقتي هجوموا عليه. بيبداوا يطلقوا عليه نار ولكن تشن مش بيتاثر بالطلقات الناريه وبيستخدم هالته وبيمسك الرصاصه بكل سهوله. وبيقول واحد من العصابه ان امسك الرصاصه بكل سهوله وانه وحش حقيقي. تشن بيرد عليه وهو بيضحك وبيقول ان هي دي القوه الحقيقيه. وبعد ما بيكون خلص على كله بيكون فاضل واحد وبيساله هو مين اللي ارسلهم. فبيرد عليه بيقول انه مدير مجموعه لونغو هو اللي ارسلهم واسمه تشانغ دون هونغ، وانه عنده متجر في شارع غوان وبيعيش في فيلا غونشان رقم 3. في اللحظه دي بيكون حد بيتكلم في التليفون الزعيم. تشن بيمسك التليفون وبيقول له هو انت مش تشانغ وانه النهارده هيقابله بالليل. وعند تشانغ التابع بتاعه بيقول له ان هو طلب 20 مليون وانه جشع. فبيقول له ان هم جهزوا المبلغ وان الصفقه دي تساوي عشرات الالاف من الارواح. وعند تشن بيكون بيتحرك بكل سرعته وبيكون معدي السياره وبيقول ان سرعته دلوقتي وصلت ل 120 متر في الثانيه. وفي قصر تشانغ التابع بتاعه بيقول له هو انت تعتقد ان هو خاف ومشي؟ فتشانغ بيرد عليه وبيقول له انه هزم بمفرده 7 رجال مسلحين وانه اكيد مش شخص عادي. وبيقول له كمان انه عنده 12 قناص وعشرات الاتباع المخلصين وان حان الوقت دلوقتي علشان يستخدمهم. ومره واحده الدنيا بتضلم وبيكونوا الحراس اللي حاصين القصر بيكونوا مصدومين. وبيقول الحراس اللي عند تشانغ ان الكاميرات عند الابواب الرئيسيه معطله وكذلك عند الباب الامامي. تشانغ بيتعصب عليهم وبيقول لهم انهم يطلقوا النار على اي حد يدخل ومش مهم هو مين. وعند الطريق اللي بيوصل لباب تشانغ بنشوف الحراس ميتين وبيروح لتشانغ اللي بيكون الباب بيتفتح فبيتعصب عليهم وبيقول لهم انهم يطلقوا النار. ولكن في ثانيه تشانغ بيخدع الحراس اللي جنبه. تشانغ بيكون خايف وبيقول له هو انت مستيقظ؟ ومن كتر خوفه بيقول له ان هو ممكن يديله 500 مليون ولكن يسيبه على قيد الحياه. فتشن بيرد عليه وبيقول له ان ده عرض مغري ولكن ما يقدرش يسيبه على قيد الحياه بعد ما قتل كل دول، وان دلوقتي يتكلموا عن الناس اللي استيقظوا وهيخليهم يعيشوا شويه حلوين. فبيبدا تشانغ يحكي له وبيقول له ان عام 99 كانوا بيقاتلوا في معركه على الارض وتحديدا عند جبل النمر الابيض. ظهر شخص مغطى باللهب وتحولت المدينه الى بحر من نيران في غمضه عين.
وفي اليوم التاني ما بقاش حاجه غير بحيره عملاقه واطلقت عليها السلطات اسم البحيره الغارقه. فبيقول تشين ان المستيقظين اقوياء جدا وان لحسن الحظ ما عملش فوضى في الوقت ده، وقصدي يا جدعان قبل ما يكون قوي. تشانغ بينتهز الفرصه وسط ما تشين بيكون بيفكر بيضرب عليه بالسلاح. الضربه ما بتاثرش في تشين وبيهجم عليه تشين وبيقتله. وبيقول تشين انه غبي جدا وان طالما قدامه فما فيش مجال انه يهرب وانه قدامه مجرد حشره ما يقدرش حتى يلمسه لمسه. وتاني يوم بنشوف المحقق اللي بيكون في قصر تشانغ بتقول للمساعده بتاعته ان تم العثور على 31 جثه من بينها المدير تشانغ. فبيقول ان هو بيراهن ان تشين هو السبب وان هو المسؤول عن اللي حصل كمان في الغابه الحمراء. وبيقول كمان ان في تحركات غير طبيعيه في الارض وان الهجوم الثاني هيكون وشيك وانه كان عايز يديله فرصه ولكن تشين ما سمحلوش انه يعمل له كده. وبيروح لتشين اللي بيقول ان الدجاجه اللي كان هياكلها النهارده اختفت وان في اثر زيت. وبيقول كمان ان الحاجه اللي النهارده عدت ما كانتش عاديه. وفي الليل بيكون تشين بياكل في الوحوش وبيجيله سلم النظام ان حصل على 67 نقطه تطور وكمان حصل على 6 نقط احصائيات بدنيه. وبيقول ان اكيد في وحوش تاني في الاسفل عشان كده هينزل تحت. وبيبدا ينزل ويتعمق في الميه وبيقول ان الضغط بدا يزيد. وبيت تشين بيشوف كيان غريب بيسرق الاكل بتاعه وبيكون تشين حاطط الاكل ده كفخ علشان يعرف مين اللي سرق الاكل امبارح. تشين بيقرر انه يهجم على الكيان الغريب ده وبيبدا يهجم عليه ولكن بيلاقيه انه اختفى. وقتها بتجيله سلم النظام وبتقول له ان جسده بدا يتعرض للتلوث بطاقه متلوثه وانه جسده قوي بما يكفي علشان يكون محصن ولكن المقاومه دي هتنهار بعد 5 ساعات. بيكون في حاجز غريب بين العالم البشري والعالم التاني وبيقول لتشين ان هو ده العالم التاني. ولما بيدخلوا بيلاقي في وحش زومبي بيهجم عليه. تشين بضربه واحده بيفجر الوحش وبيجيله سلم النظام ان هو حصل على نقطتين بعد قتل الوحش. وبيلاقي يافطه كبيره ان مدينه جبل النمر بترحب بيه. وبيدخل تشين المدينه وبيقول ان هي دي المدينه اللي اتكلم عنها تشانغ وقال انها اختفت في يوم وليله. وبيكمل كلامه تشين وبيقول ان هي دي معناه ان هي ما اختفتش ولكن انتقلت لعالم تاني وان من الافضل انه يمشي لان الوضع بقى خطير. وهو ماشي بيلاقي بنته صغيره واقفه على شجره وبتاكل. وعند تشين بيقول انه هيستخدم نقطتين علشان يعزز القوه الرعديه. تشين بيقعد على الكنبه وبيقول ان اكتر من 30,000 شخص اختفوا مع المدينه وان ده معناه انهم كلهم اتحولوا لوحوش. تخيل عدد النقاط اللي ممكن يحصل عليها. وتاني يوم بيروح لشخص علشان يصنع له سلاح وبيقول ان عايز السلاح ده يكون طويل وكمان طوله 2 متر وسميك ومتين وحاد. فبيقول له انه ده ممكن يكون صعب بالقوانين اللي عاملاها الحكومه. فبيرد عليه تشين وبيقول له ان هو فاكر ان هو هيقعد يلف بيه وطوله قد كده. المهم تشين بيعرف يقنعه وبيمشي. وفي الليل تشين بيكون قاتل عدد كبير من الوحوش وبيقول ان فاضل له 300 نقطه بس ويتطور للمره الثالثه. وبيبدا ياكل سمكه وبيزيد 29 نقطه. وبيقول له النظام انه وصل للحد الاقصى للتطور وان دلوقتي جه وقت التطور. فبينزل تشين 1500 متر تحت الميه وبيبدا في مرحله التطور وبيكون مشتعل نار. وبعد ما بيتطور بيقول تشين انه دلوقتي عنده قدرات خرافيه زي انه يقدر يسمع صوت النمله على بعد 100 متر وعلى بعد 300 متر ممكن يعرف ان حارس الامن بيشتكي. وبيكمل تشين وبيقول ان قوته وسرعته بتتضاعف ولكن مع كده رشاقه لسه موجوده وانه ترقى لمستوى الارض وقوته الجسديه وصلت ل 1000 وروحه الى 200. تيجي رساله تشين من النظام ان المهارات اللي عنده دلوقتي التوافق مع الماء والتنفس الناري الرعدي والتحكم في الرعد. فبيقول تشين ان مهاره التنفس الناري الرعدي جت له علشان كان عمال ياكل في السمك الناري. بعد كده تشين بيتحول الى وحش الاغانه وبيقول له ان دلوقتي طوله 40 متر وما يتسماش دلوقتي بسحليه لا اسمه دلوقتي غودزيلا. وبيكمل كلامه وبيقول ان مع ذلك قوته ضعيفه جدا من جوه وقوه الكهرباء متوسطه من حيث الطاقه. تشين بيبص على اسفل الميه وبيلاقي ان في وحش ضخم وفعلا تشين بيروح للوحش وبيلاقيه ان هو كبير جدا وبيقول انه مجرد ما ياكله هيكون قادر على كسر حامل الطائرات بقطمه واحده. وفعلا بيمسك الوحش وبياكله وبيبدا تشين انه يتوغل في الميه. وبيقول ان السمكه اللي اكلها من شويه منحته 1000 نقطه تطور والكثير من الطاقه الناريه وان الكهف ده مكان السمك راس النمر الضخم. تشين بيمشي اكتر وبيلاقي ان في صف طويل ووحش عملاق. في اللحظه دي تشين بيكون خايف ومرعوب ومش بيكون عارف ايه ده. وبيجي له سلام النظام ان تم اكتشاف عاملا جديدا وهو عايز يمتص ولا لا. فبيدوس نعم وبيبدا يمتص الوحش. وبيجي له سلام النظام انه دلوقتي بيمتص عاملا قديما ودلوقتي بيخضع لتطور استثنائي. وبتقعد تنهال عليه رسائل من النظام انه دلوقتي كمان حصل على اللهب القرمزي. وبيجي له رساله كمان ان بيتم حاليا امتصاص طاقه اللهب القرمزي وزاد 18 نقطه. تشين بيستخدم اللهب القرمزي وبمجرد ضربه واحده بتفجر المكان. تشين بيكون مصدوم وبيقول ان من ضربه واحده فجرت الجزيره. وبعد كده تشين بيكون في المستودع بتاعه بيكون السيف اتصنع وبيقول ان وزن السيف 120 كيلو جرام وانه هيسميه بالسيف السماوي. بيكمل كلامه وبيقول ان بعد ما اتطور يقدر دلوقتي يكتشف كائنات اخرى وانه متوقعش انها هتكون في فتاه صغيره في العالم التاني ومش بيكون عارف هي دي وحش ولا بشريه. بعد كده تشين بيروح علشان يقابل وحوش في جبل النمر وبيقول ان السيف السماوي قوي فعلا. وبعد ما بيقتل في الوحوش بيجيله سنه من النظام انه يختار الجانب اللي عايز يقويه زي التحمل والحده والقدره على اختراق الدروع او الضرر ضد الوحوش او تعزيز العناصر زي الرياح والنار والبرق والماء والضوء. فبيختار تشين 3 نقط للتحمل و2 للحده. وبعد ما بيعمل كده تشين بيكون قوي وسريع
وبيقضي على وحش الزومبي. فبيجيله رساله من النظام ان بعد قتل الوحش الزومبي من المستوى الثاني حصل على 10 نقط سمات، وكمان اتعزز درعه ب 15 نقطه، وحصل على قدره عاكسه للصدمات من المستوى الاول. فبيختار تشين انه هيستخدم 5 نقط علشان يزيد مده الدرع، وهيستخدم الباقي علشان يزيد حده السيف، وفي ثواني بيهجم على الوحوش وبيبدا يقتل فيهم. وبتقعد تجيله رساله من النظام انه عمال يحصل على نقاط سمات. بعد الوحوش اللي قتلها تشين بيكون فاضل زعيمهم. تشين بيهجم عليه وفي نفس الوقت الوحش بيهجم عليه، ولكن بتتعارض الضربات لان قوه ضربتهم الاثنين كانت متساويه. فبيقول تشين انه قوي زيه، ولكن مشكلته انه بطيء جدا. وفي ثانيه تشين بيهجم عليه وبيموته. وبيجيله رساله من النظام انه قتل وحش مدرع من المستوى الخامس وحصل على 100 نقطه سمات، واللي تم اكتشاف درع الوحش ممكن دلوقتي يستخدم 10 نقط علشان يمتصه. فبيقول تشين ان مش عجيب انه كان قوي جدا لانه من المستوى الخامس، وان ده حاجه منطقيه انه محتاج 10 ضربات علشان يموته. وبيسمع صوت حد بيقول اهرب اهرب، وبيكون خايف الحد ده. فبيروح له بيلاقي ان دي البنت اللي سرقت الاكل منه، وبيقول لها انها من النهارده هتكون اسمها تشيتشي وهتكون اخته الصغيره، وبياخدها للبيت معاه. تشين بيقعد على الكنبه وهو بياكل، وبيقول ان لما كان بيقاتل الوحش الكبير اللي من المستوى الخامس كان ممكن يدمره في ثانيه، ولكن الدرع منعه انه يستخدم اللهب القومزي، وانه لو كان استخدمه كان هيدمره في لحظه وكان هيكون القتال مضمون. وبيقول كمان ان اتبقى 80 نقطه من السمات وانه هيستخدمهم علشان يعزز درعه، وفعلا بيستخدمهم وبيكون دلوقتي وصل للمستوى المتوسط ب3 نقاط. وبعد كده تشين بيروح يتدرب على الاشجار، وبيقول ان بسبب هالته الخارجيه ممكن دلوقتي يجمع قوه اللهب جواه بعد كده يفجرها في الخارج. الضربه دي تحتوي على قوه لا تقل عن 150 طن، وبيقرر انه يسمي المهاره دي لهب الاباده. ومن التعب بيرتاح على الارض، وبيقول ان هو انهى 100 ضربه، وان المفروض 3 ضربات تكون كافيه علشان تقتل وحش الزومبي الكبير اللي من المستوى الخامس. وبعد كده تشين بيتحول لوحش الاغانه، وبيشوف ان في غواصه جايه، وبيقول ان الغواصه دي مليانه باللصوص من بلاد القنغر علشان كده هي صغيره جدا، وان الغواصه دي فرصه علشان يختبر قوته الجديده. وفعلا تشين بيقرر انه يهجم عليهم، وبيروح لجوه الغواصه، وواحد منهم بيقول ان اكتشف اللدار ان في مخلوق كبير على بعد 100 متر بيقرب منهم بسرعه. فكلهم بيكونوا خايفين ومصدومين، وبيقولوا انهم يضربوا صاروخ. ما بيلحقوش يكملوا كلامهم مره واحده بيقولوا ان السفينه اتضررت جامد، وان دلوقتي قاعده اللدار عماله تتضرب وممكن تنهار في اي لحظه. فبيقول قائدهم انهم يغلقوا صمامات المياه علشان يمنعوا المياه من التدفق، وانهم يفتحوا جهاز الكشف العميق علشان يحددوا الهدف بدقه ويرسلوا التضاريس المحيطه. فبيقول واحد من اتباعه ان هو مخلوق كبير ويبلغ حوالي 40 متر، وانه كمان اكبر من الحوت الازرق. قائدهم بيكون مصدوم وبيقول ان حتى الحيتان الزرقاء طولها بيكون 30 متر مش اكتر، وبيقول لهم بسرعه انهم يغلقوا الخلفيه ويرتفعوا الى سطح الميه. فبيقول له التابع بتاعه ان الميه لسه بتتسرب وانه لسه بيهاجمهم. فبيرد عليه قائدهم وبيقول له انهم يطلقوا التوربينات بسرعه علشان يطلعوا الى سطح الميه في اسرع وقت. وعند تشين بيقول ان الغواصه جايه، وبيقول انهم بيخططوا يروحوا له علشان يضربوا على صواريخ ويهربوا. وبيكمل كلامه وبيقول ان هو وصل سرعته الى 200 كيلومتر في الساعه، فازاي عايز يجيله. تشين بيكون قايل الكلام ده والصواريخ عماله تتضرب عليه، وبيروح للغواصه اللي بتكون بتحاول تهرب. فتشين بيستخدم ذكائه وبيروح ورا الغواصه وبيمسك فيها. وقتها الصواريخ بتتضرب في الغواصه نفسها، وتشين بيهرب. واللي مش فاهم ازاي ده حصل، الصواريخ دي بتكون حساسه يعني مهما راح تيجي وراه. بعد ما تشين بيكون دمر الغواصه بيقول ان الانفجارات دي مش بتحسسه بالراحه وانه عايز يزيد قوته. بعد كده تشين بيكون في جبل النمر، وبيقول ان وفقا مقالته شيتشي فان المد الداكن هيكون قادم وهيتعين عليه انه يعثر على كهف. ومش كده وبس، لا ده كل حاجه على الارض هتتلاشى، وان الكهف ده عمقه 30 متر وارتفاعه 4 أو 5 امتار. بعد كده بيقعد يقتل في الوحوش اللي بتكون في الجبل، وبيجيله رساله من النظام انه قتل جثه رمح عظمي وحصل على 20 نقطه سمات، وبيكون كمان قتل وحش ناري. تشين بيكون مستغرب وبيقول هي اتطورت جثه الوحش لدرجه انها دلوقتي تقدر تتحمل القوى الناريه، وبيسال النظام هو يقدر يزيد مقاومه لبسه ضد هجمات الوحوش، وفعلا طلع بينفع. والنظام بيقول له انه يستخدم 10 نقاط من السمات علشان يندمج درعه مع الوحش. فبيقول تشين ان درع الوحش الاستثنائي خلاه دلوقتي يقدر يتحمل الهجمات الناريه. وبعد كده تشين بيتحول لوحش، وبيقول ان المحيط الهادي ما بيحتويش على اي اسماك في الميه، وحتى الاسماك المتحوله بقى صعب العثور عليها، ودلوقتي المفروض يتجه للمزارع السمكيه. وبعد شويه بحث في البحر بيلاقي تشين ان في 20 سمكه، وبيقول ان هي دي تكفيه نص يوم. تشين بعد ما بياكل الاسماك بيتحول لجسمه الحقيقي، وبيكون بيقاتل وحش، وبيقول ان سرعه الوحش ده تجاوزت الصوت. كلم وبيقول له ان لحمه لذيذ، وبيكون هاجم عليه وهو بيقول الكلام ده. فتشين بيقول ان مهارات السيف لدى جثه الوحش ده مذهله، وان لما بيمسك بشفه السيف بتاعه بيتهز مرتين. وبيقول ان فيهم مسار، وفي نفس اللحظه بيهجم على الوحش بمهاره الاباده اللهبيه. مره واحده حد بيظهر من جوه الوحش وبيطلق عليه نار. تشين بيستخدم سيفه علشان يدافع عن نفسه، وبيقول ان اللهب ده مطلق. الوحش بيكون متفاجئ ان تشين عرف يصد ضربته. تشين مش بيدي فرصه للوحش، وفي ثانيه بيقضي عليه. وبيجيله سلام النظام انه قتل جثه وحش شيطاني من المستوى الخامس وحصل على 100 نقطه سمات، وان تم اكتشاف عنصر نواه للاندماج وممكن ينفق 10 نقاط علشان يستخرجه. تشين مش بيفكر كتير وبيقرر انه يستخرجه، وفعلا النظام بينفذ له طلبه وبيقول له ان سلاح السيف السماوي اندمج مع مواد شيطانيه وترقى علشان يصبح استثنائي. وبعد ما بيتطور السيف تشين بيجرب قوه السيف الجديده وبيقول انها مدمره، وبيقول كمان انه ممكن يدمج قوه اللهب والبرق علشان يسمع انفجار وفي حته ثانيه من المدينه بنلاقي وحش شيطاني ظهر. تشين
تشن بيكون حاسس بيه وبيقول ان جثه شيطان متحول عامله زي العنكبوت، وان مهما كان الغابه هاديه جدا وده اللي بيعطيه شعور مريح. بعد كده تشن بيطلع من الجبل، فبتقول له تشيتشي انها هتقفل الباب علشانه، وبيقول تشين جواه ان تشيتشي تقدر تقفل الباب بلا شكل، وان ده معناه ان هي تقدر تمتلك قوه الفضاء، وهي اكتر غموض من اللي كان فاكره تشين. وبيكمل كلامه وبيقول ان الاغلاق ده كفيل ان يخلي مفيش اي شيطان يدخل. وفي اللحظه دي بيجيله رساله من النظام ان ممكن يزيد مساحه التخزين بمقدار 10 نقط، وتشين بيوافق وبيقول ان كان بيشتكي لان السيف ده كان حمل عليه، ودلوقتي لما يزيد مساحه التخزين ممكن نحط عادي في النظام. وبعد كده بنروح لتشين اللي بيكون بياكل سمكه، وبيقول ان في غضون 3 ساعات بس انما جسمي ب5 ل 6 امتار، وكمان حصل على 500 نقطه تطور، وان الاسماك اللي بتتربى في المزارع بتكون طعمها حلو زي ما توقع. بنروح للاشخاص اللي بيكونوا مربيين السمك ده، وبيكونوا متفاجئين لانهم لقيوا ان في سمكه ماتت، فبيرد اللي معاه وبيقول له ان ده غريب لان كان حاطط كميه كبيره من الاكسجين. بيفتح الكشاف اكتر وبيلاحظ ان السمكه دي ميته عن طريق حادث وملهاش دعوه بالاكسجين. ومره واحده تشين بيضرب السفينه وبيدمرها بديله. بعد كده تشين بيرجع لجسده الحقيقي وبيقول ان عنده اكتر من 100 نقطه صفر ويقدر يستخدمها علشان يزيد مستواه. وفعلا بتجيله رساله من النظام انه استخدم 40 نقطه صفر علشان يزيد الهاله الخارجيه، وكمان دلوقتي الخبره بقت عنده 400 واتجاوز المستوى المتوسط. وكمان استخدم 60 نقطه صفر علشان يقوي ركله الارتداد، والخبره بقت 600 واتطور الى خطوات القمر. بعد ما تشين بيكون اتطور بيستخدم مهاره الاستشعار وبيكون طاير، وبيقول ان دلوقتي يقدر يستخدم 500 متر بدل 100 متر، يعني دلوقتي يقدر يحس ب 500 متر حواليه. وبيكمل كلامه بيقول ان خطوات القمر بتخليه يطير في الهواء لفتره معينه. بعد كده تشين بيكون قاعد مع اخته تشيتشي في البيت، بيكون التلفزيون شغال ومذيع بيتكلم وبيقول ان ظهر ضباب اسود مفاجئ في المدينه، وانه بيغطي حوالي 100 كيلومتر، وانه تسبب في اختفاء اكتر من 50 شخص. تشين بيكون متفاجئ وبيقول ان الضباب الاسود ده مشابه للي ظهر في جبل النمر. وبيكمل كلامه بيقول ان كده السلام مش هيدوم لمده طويله. وفي مكان ما في البحر بنلاقي غواصه وبيكون فيها اشخاص، واحد من الاشخاص دي بيتكلم وبيقول هو ابحاث البروفيسور ماشيه ازاي، فبيرد عليه العالم وبيقول له ان تم استخراج ماده استثنائيه من جسم الوحش العملاق. ومش كده وبس، لا ده كمان لقيوا طريقه علشان الوحش يشفي نفسه. فبيرد عليه وبيقول له ماده استثنائيه، ده معناه ان احنا نقدر نعمل بشر استثنائيين. فبيجاوبوا العالم وبيقول له ان دلوقتي يقدروا يسيطروا على اكبر الوحوش. بينزلوا من الغواصه على الجزيره، مساعد البروفيسور بيقول له ان دلوقتي احضروا الطاقه النوويه. فبيرد عليه البروفيسور بيقول له ان هم دلوقتي اقتربوا لوجهتهم، ولما بيدخلوا بنلاقي وحش عملاق وجوه سيف. بيبدأ العالم يشغل مولدات الطاقة، وبيقول البروفيسور ان دخلت القوة الى الوحش وان دلوقتي الوحش رجع. الوحش بيبدأ يستيقظ وبيكون البروفيسور فرحان وبيقول ان نجح والوحش دلوقتي بيستيقظ. وبيروح لتشين اللي بيكون شايفهم من بعيد وبيقول ان دلوقتي بيحاولوا ينعشوا وحش عملاق وان دلوقتي لازم يموتوا. تشين بيضرب الارض وبيهجم عليهم بكل قوته، فبيقول البروفيسور ان ده وحش عملاق تاني وان دلوقتي يموتوه. وبيؤمر المساعد بتاع البروفيسور انهم يطلقوا النار. البروفيسور بيقول للتابع بتاعه ان هم دلوقتي يروحوا الغواصة بسرعة، وعند التابعين بتوع البروفيسور بيضربوا على تشين النار ولكن مش بيأثر فيه. الطلقات النارية اللي بتكون ضد تشين ملهاش أي لازمة. بيكون التابعين مصدومين وبيقولوا إنه دلوقتي استخدم رصاصة الانفجار ودلوقتي ما تأثرش الوحش بأي حاجة. وعند تشين بيبدأ يخلص عليهم واحد واحد وبيضرب اللهب عليهم وبيحرقهم. وبيروح للمساعد البروفيسور والبروفيسور اللي بيكونوا مستخبيين من تشين، وعند تشين بيقول إنهم بيجروا. بيقطع تفكير تشين ان الوحش بدأ يستيقظ. بيقول تشين ان تم فعلا انعاش الوحش وان حالته مرعبه، وبيقول ان يبعد عنه ويستخدم ضربته الناريه علشان يقتله. وفعلا بيعمل كده وبضربه واحده من بقه وبتفجر الوحش. وبيقول للوحش انه لسه صاحي دلوقتي وانه مش قوي بما فيه الكفايه. بيكون الوحش قايل كده وهو عمال يتحرق بنار تشين اللي ضرب عليه. وبتوصل رساله لتشين من النظام انه اكتشف سبب تالف وانه دلوقتي عايز يمتص ولا لا، فبيدوس تشين نعم. والسبب التالف ده يا جدعان هو الوحش اللي قضى عليه تشين من شويه. بعد كده تشين بيكون قاعد في المقهى مع تشيتشي وبيقول ان دلوقتي يقدر يستريح بعد ما قتل الوحش. بعد كده تشين بيروح لباب النقل الفضائي وبيكون عمال يتدرب. الوحش بيكون عمال يضرب عليه من كل ناحيه. بيقول تشين ان ضربه واحده من دي ممكن تموته، فتشين بيستخدم سيفه وبضربه واحده بيموت الوحش. فبيجيله سلام النظام انه قتل مخلوق شيطاني من الدرجه الرابعه وانه اكتسب 50 نقطه سمه. فبيفاجئ تشين وبيقول ان كان بيعتقد ان الوحش ده من الدرجه الخامسه. تشين بيبدا يتحرك وهو مستخدم مهاره الاستشعار وبيلاقي ان في وحش دوده. الوحش بيهاجم على تشين والضربه دي كانت كفيله ان درع تشين يبقى ضعيف جدا. فبيستخدم تشين 50 نقطه سمه علشان يطور الدرع تاني وبيهجم على الوحش بكل قوته، والوحش بيستخدم درعه علشان يصده. تشين بيكون متفاجئ وبيقول ان الوحش ده عنده جدار حمايه، ولكن الجدار ده ما منعش تشين انه يموت الوحش. وبيقول تشين ان بعد ما قتل المخلوق الشيطاني من الدرجه السادسه حصل على 200 نقطه سمه. ومش كده بس، لا ده كمان استخدم 100 نقطه علشان يعزز الهاله الخارجيه و100 نقطه لتعزيز اللهب القرمزي، وازدادت قوه اللهب من 3000 الى 10000 درجه. بيكمل تشين كلامه بيقول ان ازدادت مسافه هجماته الى 30 متر. وبنشوف قوه تشين الجديده اللي دلوقتي بقى في التطور الثالث وقوته بقت 7620 من 10000. بيستخدم تشين قوه النار وبيقول ان دلوقتي عايز يتدرب على قوه السيطره على الكهرباء والبرق.
بعد كده تشين بيكون بيتسوق في المول، وفي نفس الوقت بنلاقي وحش طلع من بوابه بعديه. الوحش ده طلع في الجيم وبيبدا انه يقتل في الناس. تشين في نفس اللحظه بيكون حاسس بيه وهو مستخدم مهاره الاستشعار، وبيقول ان في وحش ظهر من البوابه في الجيم. وبعد شويه وقت بنلاقي تشين وصل للجيم. بيقول تشين ان هو ده العالم الحقيقي وان الهاله بتاعته بتتلوث. بعد كده بنشوف تشين اللي بيكون ماشي في الشارع بيكلمه الوحش وبيقول له علشان كده انت شفتني، وما بيدلوش فرصه وبيهجم عليه علشان يقتل تشين، وبيهجم كمان على الوحش وبيقضي عليه ضربه واحده برجله. بتظهر له سلام من النظام وبتقول له ان قتل وحش ملوث منخفض المستوى واكتسب 5 نقاط ادوات. فتشين بيقول ان الوحش ده كان ملوث ومش شيطان. بعد كده بنشوف المحقق اللي وصل لمكان الوحش اللي قتله تشين. بيقول المحقق ان كان عايز يستخدم الوحش الملوث لمعرفه لو كان العمل الشق اللي عمله قد اثمر ولا لا، وان يتبين ان في شخص قتله قبل ما هم ييجوا. فبتقول بنت اللي معاهم ان يبدو كده ان في شخص عنده قوه عظمى علشان يقدر يقتل الوحش ده بضربه واحده، وان الشخص اللي عمل كده يقدر يتحكم في قوه النار. فبيرد المحارب وبيقول هو من امتى ظهر شخص يقدر يسيطر على قوه اللهب. بعد كده بنروح لتشين اللي بيكون قاعد على الكنبه وبيبص على مذيع وهو بيقول ان نهايه العالم قربت، وان خلاص ظهرت البوابات البعديه، وان البوابات البعديه دي بتظهر وحوش منها. فبيقول تشين ان في 20 سنه اللي فاتوا مات اكتر من 15000 مواطن وهم بيدافعوا في ساحه المعركه عن الوطن. وبيكمل كلامه بيقول ان 15000 دول دفعوا بدمائهم علشان يعيش الوطن في 20 سنه امان، وان هم دلوقتي دخلوا في عصر ينتمي الى البشر العاديين ومفيش غير قليل اللي عنده قوه خارقه. بعد كده بنشوف تشين في الميه وهو عمال يقتل في الوحوش، وبيقول ان ميه البحر اتحولت لميه تقيله ولكن ده مش هيفيد ضده. وبنعرف كده معلومه على السريع ان الميه اللي جواها تشين دلوقتي بتستخدم كمبرد للمفاعلات النوويه، وده اللي بيخليها تقيله جدا ومش اي شخص يقدر يعوم جواها. وبنرجع لتشين تاني اللي بيكون بيقاتل حوت عملاق، وبيقول ان مجرد ما ياكل الحوت العملاق هيحصل على 10000 نقطه تطور على الاقل. تشين بعد كده بيلبس لبس غريب وده علشان يقيس قوته، وبيقول المحقق ان ممكن دلوقتي يسجل التطور اللي هو فيه، وده مجرد ما يختبر الاختبار ده، وان الاختبار ده بيقيس قوته وسرعته، وكمان ممكن يقعد 15000 كيلو جرام من القوه، وان كل اللي عليه انه يضرب بكل قوته وهو هيقيس. بعد كده بنشوف 2 بيبصوا على تشين، واحد منهم بيقول هو انت فاكر انه عنده كام نجمه؟ فالتاني بيرد عليه بيقول ان هو قتل وحش ملوث الليله اللي فاتت، وده معناه ان هو بالكتير عنده 3 نجوم بس. في اللحظه دي بيروح لتشين اللي بيكون ضرب الجهاز ووصل قوته ل 12186 كيلو جرام، وبيكونوا كلهم مصدومين لانه طلع قوي جدا وده عكس توقعاتهم. وعند المدير بيقول له انه وصل 5 نجوم ويقدر دلوقتي يجمع 50000 يوان في مكتب المدينه الخاص كل شهر، وان هو لو عايز ينضم ليهم هيدفع فلوس كتير. وبيكمل كلام المحقق وبيقول له ان هو دلوقتي ممكن يخليه له نائب الرئيس يعينه، وهيحصل على الكثير من الاصوات علشان ينضم ليهم. فتشين بيرد عليه وبيقول له ان هو مش عايز ينضم ليهم. المحقق بيغير كلامه وبيقول له هو انت اللي قتلت الوحش من اللوث امبارح؟ فتشين بيقول له نعم. وبيكمل كلامه بيقول ان هو عنده قوه مذله في اللهب، وان قوته قويه جدا، وانه مع قوته وموهبته ممكن حد يستولى عليه بالمكتب. وهنا يا جدعان قصده يستولى عليه يعني يخليه تبعه. فتشين بيفكر في دماغه بيقول ان المفروض السحليه العملاقه ما تبقاش سر، وان عنده طرق اخرى عشان يبقى اقوى. وبيقول للمحقق انه مقدر عرضه ولكن هو مش عايز. بعد كده بنشوف المواقع ان تم اعلان ان تشين وصل ل5 نجوم، وبيكون الناس مصدومين وبيقولوا هو ازاي وصل ل5 نجوم. وعند تشين بنشوفه ماسك تليفون وبيقول ان اصحاب القدامى بداوا يرنوا عليه اول ما تم اذاعه الخبر، ومش صحاب القدامى بس لا ده كمان الناس اللي يعرفهم معرفه بسيطه او معرفه كبيره. وبيكمل كلامه بيقول ان بعد اكل الحوت العملاق بلغ طول السحليه العملاقه الى 90 متر، وزادت اللياقه البدنيه بمقدار 1800 نقطه، وكمان زاد قوته بمقدار 29 ل 70 طن. بيكون تشين فرحان وبيقول ان مع قوته الحاليه ممكن يتقارن بالناس المستيقظين زيه للمستوى السابع او الثامن، وان اعلى حاجه في التصنيف هي 7 نجوم اللي هو ممكن يقيس قوته. ومع كده لسه في فوق كبيره من ال10 نجوم. بيبدا تشين يستخدم قوته وبيقول ان في العالم ده لو مفيش حد يقدر يتقارن مع قوته هيكون حياه ممله بالظبط، هيكون عامل زي شعور من الفراغ. بيقفل قبضه ايده وبيقول ان مع كل شيء الموضوع عنده مختلف لان بدات تظهر الوحوش، وده اللي بيخلي الموضوع ممتع. ومش كده بس لا ده كمان عدد غير محدود من الاشخاص الاقوياء ومعاهم ملك الحرب. وبمعدل التطور اللي عندنا دلوقتي اقدر اواجه الاشخاص الاقوياء واعادلهم في المستوى. لا انا مش اعادلهم، انا كمان ممكن اعديهم واصبح اقوى منهم. بعد كده تشين بيكون في المستودع بيقول لتشي انها تفتح له البوابه اللي هتوصله لجبل النمر، وفعلا بتفتحها له. بيقول لها انها ما تدخلش وانه هيبص بصه بس. بيدخل تشين لجبل النمر وبيلاقي ان في جبل مليان حمم بركانيه، وبيعرف تشين ان كل ما بيدخل جبل النمر بينقله الى مكان مختلف. وبيقول تشين ان الوحش اللي كان بيطارده اللي كان عامل زي العنكبوت كان هيدخل البيت في اليوم ده، كان ممكن يعرف موقع الباب من الموقع اللي اختفى فيه ويرسل وحش النقانق علشان يطارده، وانه مجرد ما يقفل الباب بيرسله الى مكان مختلف عن المكان اللي كان فيه المره اللي فاتت. وبيكمل كلامه بيقول انه هيستكشف المكان ده. بيبدا تشين انه يستكشف المكان وبيجيله سلام النظام ان بسبب درجه الحراره هيتم قتل الوحوش اللي في المنطقه، وانه ممكن تعوض النيران القمزيه بتاعه تشين التاثير المحترق لدرجات الحراره المرتفعه. تشين بيكون مبسوط لان الرياح الدافئه بتاعته بتحسسه بالانتعاش، وبتقعد تجيله رسائل من النظام اللي بيتاثر جسمه بالمواد المتلوثه اللي في المنطقه. ولكن بيجيله رساله تانية من النظام ان نجح منع جسمه في منع
منع تاثير الماده الملوثه لوقت معين، وانها تستمر مقاومته لمده 15 ساعه. فبيقول تشين ان بغض النظر عن مدى مرونه الجسم يبدو كده ان هو مش هيقدر يقاوم تاثير التلوث، وان الناس اللي وصلوا لمستوى ملك الحرب اكيد بيعرفوا يقاوموا التاثير ده. بيكون تشين مبهور بقوتهم وبيقول انهم اقوياء جدا. تشين ما بيضيعش وقت كتير وبيبدا يستخدم مهاره الاستشعار، وبيقول ان مفيش حتى وحش واحد في المنطقه على قيد الحياه. بيكون تشين مش متفاجئ لان البيئه اصلا صعبه، ولكن فجاه تشين بيبص وراه وبيهجم على الوحش بالسيف بتاعه. الوحش بيهرب من هجمه تشين مش بيديله فرصه انه يهرب وبيستخدم قوه اللهب وبيهجم عليه. اللهب فعلا بيوصل للوحش بيخليه قومه من العظام، وبتيجي لتشين رساله من النظام انه قتل وحش غريب وحصل على 20 نقطه. وعند تشين بيقول ان الوحش ده قوي وان الوحش ده مش زي الوحش اللي قاتلهم والضربات العاديه مش بتاثر فيه. فجاه بيظهر حد من وراه وتشين بيكون متفاجئ، ولكن بيلاقيها انها تشي وبيقول لها ان هو قال لها انها تستنى بره لان الموضوع هنا خطر. فبتقول له انها قلقانه جدا وتشين بيبدا يطمنها وبيقول لها انها تقف وراه. وفجاه هو بيلمس راسها بتختفي وتشين بيستخدم مهاره الاستشعار عشان يلاقيها. الجبل اللي واقف عليه تشين بيبدا ينهار، فتشين بيبدا يتحرك من صخره لصخره وبيروح للمكان اللي راحت له تشي المزيفه، وبيقول ان المكان ده زي الزنزانه ولكن ما يقدرش يخفي هاله الوحش بتاعه. تشين بيدخل مكانه وبيلاقي ان في تنين حقيقي، وبيقول للتنين ان هو مش متخيل كميه القوه اللي هتبقى عنده. وبيقف التنين وبيقول له ان هو بشري احمق وان شكله كده عايز يموت. التنين بيكمل كلامه بيقول له ان هو ده العالم بتاعه وان اي حد هيدخله هيموته، وان هو هيديله خيارين، اول خيار انه هيموته وهيدفنه هنا، وتاني خيار انه هيكون الخادم بتاعه. فتشين بيضحك له بيقول له انا مش عايز ده ولا ده، انا عايز بس عظمك. التنين بيتعصب على تشين وبيقوموا اتباعه انهم يهجموا عليه، وعند تشين بيكون بيضحك وبيقول انهم ضعفاء جدا وان الاتباع دول نتيجه على انهم وافقوا انهم يكونوا خدامه. وده الخيار الثاني اللي التنين عاودوا على تشين. وعند التنين بيقوموا اتباعه انهم يقتلوه ويسحبوا جثته الى نهر الحمم البركانيه. تشين بيكون لوحده واتباع التنين بيهجموا عليه من كل حته، وبيستخدم قوه البرق وبيخلص عليهم كلهم في لحظه واحده، وبيروح للتنين اللي بيكون مصدوم لان كل اتباعه ماتوا. وعند تشين بيقول ان بعد ما فكر في الموضوع دلوقتي قرر ان التنين ده هيكون وحش اليف عنده، وبيضحك وبيبص للتنين وبيقول له ان هو النهارده هيكون الخادم بتاعه. وبس كده يكون خلص الجزء الثالث من حكايه تشين. عندي ليكوا تحدي، لو الفيديو وصل 300 لايك في يوم هنزل لكم حكايه جديده بعد بكره، يعني اخر دلع. وكده تكون خلصت فصول الحكايه. ما تنسوش تشتركوا في القناه، عايزين نوصل 15000 في اسرع وقت. اما بقى سؤال الحلقه هيبقى صعب شويه. تشين لما راح مع المحقق وقاس قوته كانت كام بالظبط، وتحديدا لما ضرب الجهاز. وقبل ما ننهي ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ويلا سلام.